لكن نبتت بينهم نبتة. يعني المشكلة يا شيخ، هل يعني لماذا لا تتعامل مع هذه النبتة التي تكلمت فيها؟ ما بدأت فيها الحين. لا، لأنه أنا أعرف ماذا سوف تقول، لأنه أنا قرأت لك واستمعت إلى بعض المقاطع التي وصفتهم بمرجئة العصر، هذه النبتة إذا أنا اتفقت بفهمي معك. نعم نعم. لماذا يعني هؤلاء الناس الذين حريصين على عدم الخروج على ولي الأمر، يهتمون كثيرا بقضية ولاة الأمر، عندهم يعني كثير من الأمور الاهتمام مثلا في العقيدة وفي التوحيد، لماذا هذا الهجوم الصاخب والذي يعني حتى وصفتهم بوصف قد يكون من الصعب تحمله مرجئة العصر؟ أنك تؤمن داخل قلبك مصدق فقط، وصل الأمر إلى درجة التصديق، أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، خلاص مهما فعلت لن تخرج من الإيمان. هذا ليس عقيدة أهل السنة والجماعة. هم ليسوا مع كل الناس هكذا، لكن للأسف مع الطواغيت، مع بعض الطواغيت مرجئة. يقول يرمى العلماء الصالحون بلقب مرجئة الحكام، فما سبب هذه التسمية؟ هذه يرميهم بها من ركب مذهب الخوارج، لأنهم لا يكفرون الحكام بسبب المعاصي أو الفسوق أو ما يرون أنه من المنكرات، وأن الحكام قد أقروه ولو لم يعلموا به، هكذا يقولون. فيرونك أنت حينما تنكر عليهم هذا وتقول هذا ليس من الطريق الشرعية، الطريق التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالحين، قالوا أنت مرجئ مع الحكام. ليش مرجئ مع الحكام؟ يعني ما تكفرهم بالمعاصي، هذا لا يجوز، ما يجوز. التكفير بالمعاصي ليس هو من سمت أهل الإيمان، وإنما هو من سمت أهل البدع وعلامات أهل البدع الخوارج. أما الحاكم ما دام يصلي ويقيم الصلاة ويأمر بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر عليه، وإن جاروا وظلموا، وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يسألونكم حقهم، يعني من السمع والطاعة، ويمنعونكم حقكم. فيه أبلغ من هذا يا أخوتي في الصحيح، أبلغ صراحة من هذا الحديث فيه. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم، يعني من السمع والطاعة، واسألوا الله حقكم أنتم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وذلك لأن في مطالبة كل واحد منا بحقه من السلطان يورث هذا الفوضى، فتختل الأمور ويتزعزع الأمن. فأمرنا أن نتنازل عن المصلحة الخاصة والحق الخاص في تحصيل المصلحة العامة. الأكثر من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للحكام، وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا نحن الخاصة، مالك ورثته من أبيك عن جدك كابرا عن كابر، أو اشتريته بحر مالك، أخذه منك وجلد ظهرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ولم يرخص إلا في حال واحدة بالخروج عليهم. متى؟ إذا أعلنوا الكفر البواح. ويروى براح، والبراح قال الحافظ ابن حجر هو الأرض المستوية التي لا يحجبك فيها عن الشيء ورؤيته شيء، يعني الكفر واضح ما فيه شبهة، تراه رأي العين، ما في شبهة تمنع من التكفير، ويقوم به أهله.